السلام عليكم أصدقائي أصدقاء قناة الورشة، أهلا بيكم في لقاء جديد وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن شيء في منتهى الخطورة، وهو خراطة حجر جلخ. بتقول ايه؟ أيوة أنت سمعت صح، حجر الجلخ اللي أنت بتسن عليه القلم والدي هيضيع منك. هتخرطه بنفس القلم. ابنك مجنون يا حاج. وده مش شغل مجانين، ولا احنا عندنا فراغ ومش لاقيين حاجة نعملها. خليك معانا وانت هتعرف احنا ليه ممكن نضطر نخرط حجر الجلخ، وايه هي الخطورة في خراطة حجر الجلخ. كل اسئلتك هتلاقي لها جواب في الفيديو ده، وكمان في معلومات مهمة جدا جدا ومفيدة وفنيات مش هتلاقيها غير في قناة الورشة. دلوقتي بقى انا هسيبك لضميرك ومش هقولك اضغط لايك، عليا اليمين ما هقولك اضغط لايك. عايز تضغط لايك اضغط، مش عايز برضو اضغط وخليك جدع. يلا بينا بسرعة ندخل في الموضوع ونشوف الفيديو. احنا ليه بنضطر نخرط حجر الجلخ؟ مش فراغ طبعا، ولا احنا اتجننا ولا حاجة. كل الحكاية ان ممكن تلاقي الحجر اللي انت عايزه واللي بتسن عليه طوبه مختلف عن العمود او الفلانشة اللي عندك مثلا. هتقولي وانا ايه اللي يجبرني عليه ما اشوف حجر غيره؟ هقولك ساعات بنتكعبل في حجر جلخ كهنة خارج مكانات تجليخ يعني، وبيبقى سعره تقريبا ببلاش ويستاهل التعب والشغل. وساعات بيجي لك واحد من حبايبك تخرط له حجر تجليخ صغير زي ده، وده حجر بيركب على نصاب وبيتجلخ بيه طقوب. ماكينات التجليخ اللي بتشتغل داخلي تجليخ طقوب يعني. نخرطه ازاي بقى؟ اولا تاخد بالك جدا وانت بتربط الحجر في الظرف، لان الرباط بيبقى مش جامد عشان ما تكسرش الحجر، ولا رباط خفيف قوي يفك منك وانت شغال وتكسر الحجر برضو. يعني رباط وسط يميل قليلا للرباط الخفيف. طيب القلم اللي هتخرط بيه، شوف يا سيدي، لو بتشتغل بلقم سند فيك ركب لقمة قديمة وبايظة واشتغل بيها. ليه؟ لأن الحجر هيخلص عليها خالص. ثانيا خد بالك السرعة زي ما حضرتك شايف كده، أوطى سرعة في المخرطة عندك، عشان كل ما هتوطي السرعة هتطول عمر اللقمة اللي بتشتغل بيها. طيب لو بتشتغل بقلم فدي عادة تمام هيشتغل، بس برضو ركب قلم مستغني عنه، قلم تعبان وقديم. حاجة كمان، العمق اللي حضرتك هتاخده وانت شغال في حجر الجلخ خليه كبير، يعني شيل بالعشرة ملي، بلاش الوشاش الكتير عشان ما تدمرش اقلام كتير، كفاية قلم واحد. حاجة تانية خد بالك، بعد ما تخلص خراطة حجر تجليخ بص عليه وقلبه كويس جدا واطمن انه سليم وما اتكسرش ولا حتى اتشرخ. يعني من الاخر امن عليه كويس قوي قوي قبل ما تسلمه لصاحبه، علشان حجر الجلخ بيلف بسرعة عالية جدا جدا، يعني ما ينفعش يكون فيه اي عيب، علشان ده هزار وحش وعنده الغلطة بفورة.
اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.